السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق أجمعين. كنتمنى إن شاء الله كيف ديما يلقاكم فيديو ديال اليوم في حال جيدة وفي أحسن الأحوال. أش أخباركم؟ لاباس عليكم؟ هانين أموركم على خير؟ كنعتذر بزاف على هاد الغيبة، المهم لظروف خارجة عن الإرادة ديالي، وكذلك كنعتذر على النبرة ديال الصوت لأنه دارني البرد وعيت من أجل فهاد الفيديو، ولكن كنظن هذه هي الوقيته. المهم هذا الفيديو هذا نزل خصيصا لاصحاب الباك ليبر. بعض التعاليق كانوا كيطلبوا مني انني يعني نساعدهم شي شويه او نعطيهم افكار. بعض التعاليق كان عندهم شويه ديال التخوف من الاقدام على هذه التجربه هذه، وكذلك بعض الاصدقاء مقبلين على هذه التجربه هذه، وقلت علاش لا ما نجددش تواصلي معكم في اطار هذا الموضوع هذا. المهم على بركه الله غنشارك معكم بعض الحويجات اللي نقدروا نعتبروها كمرحله اولى، يعني محفزه. باقي ما غاديش ندخلوا في الصح اولا في يعني في المسقي، ولكن غادي نهضروا شويه غير على الاقدام على هذه التجربه في حد ذاته. بالنسبه لبعض التعاليق اللي كان عندهم تخوف من هذه التجربه هذه، وواحد السيده كتقول بانه عندها 3 الوليدات ويعني الامر كيبان لها صعب نوعا ما. نبغي نقول لك الحبيبه ديالي هو انني حتى انا عندي 3 ديال الوليدات الحمد لله، واجتزتها يعني ما غاديش نقول لك بكل سهوله، ولكن مني كتكوني باغيه واحد الحاجه راك غادي توصلي ليها وغادي تحدي الصعب. بالنسبه لهذاك الصعب اللي كيبان لكم يعني دابا في هذه المراحل الاولى كيبان لكم راه صعب، راه باقي ما كايناش الصعوبه هنايا. هنا باقي كيكون عندكم هذاك الدافع، هذاك حب التجربه، هذاك اللي يعني حب الوصول، حب انكم تاخذوا الباك ديالكم. هنا باقي ما كايناش حاجه صعبه، واخا كيبان لكم الدروس راهم كثار وكذا. امتى كتكون الصعوبه في المرحله ديال الوسط، يعني مني كيقرب الامتحان شويه في المراحل الاخيره، هنا كتبان لكم هذيك الصعوبه، وهنا كتختبروا قوه العزيمه ديالكم، قوه الاراده ديالكم. يعني هنا فين كتبانوا بصح واش فعلا باغيين هذاك الباك، ولا مجرد يعني احلام وديك الاهداف اللي ما كنقدروش دائما اننا نكملوها. فنبغي نقول لكم هو ان هو في الحقيقه نبغي نقول لكم، ولكن في اطار القرايه وداك الشيء خليني نستعمل القاف. المهم نبغي نقول لكم انه يعني ليس نيل المطالب بالتمني. لو كان اننا غير كنتمناو وكنحصلوا على داكشي اللي بغينا، لو كان ان كاع الناس يعني غمض عينك حلها تلقى داكشي اللي بغيتي كيتسناك او لا واجد قدام عينيك. ولكن لا، التجربه راه ماشي سهله وماشي بهذيك الصعوبه. راه يعني كيف قلت لكم الا كنتو باغيين واحد الحاجه راكم غادي توصلوها. شنو عاوتاني نقدر زعما نفيدكم. غادي تكتفيو يعني في هذه المراحل هذه الاولى بانكم غتاخذوا افكار. كاينين الناس كيبداو بكري، ما غاديش نكرهوا هذا الشيء هذا، ولكن حتى الناس اللي باقيين ما بداو باقي امامكم الوقت، يعني انكم تخدموا على خاطركم. غير كيف قلت لكم خاصكم تحلوا بهذيك العزيمه، وما تجيوش حتى الوسط اولا حتى كيقرب الامتحان وتبداو تخادلوا وتبقاو تخلقوا لنفسكم اعذار. هذا الشيء راه ما خدامش. يعني من هنا نقول لكم الا ما كانش عندكم هذاك الاصرار وهذيك القوه انكم تكملوا، راه ما غاديش تقدروا انكم تكملوا. يعني ضروري من هذاك الاصرار للاخر. ما كنهضرش على دابا وهذيك الشعله اللي كتكون متوهجه عندكم، غادي نديرو يلا تسجلتوا يلا فهمتوا، كتكون واحد الفرحه وكتكون يعني كيكون باقي الامر اولي بالنسبه لكم، كتكون باقي هذيك الشعله متوهجه. غير كتوصلوا الوسط فكتبدا تطفى، كتبداو تخافوا، كتبداو تخلعوا، كيبداو يجوكم بعض الاراء السلبيه ربما غتسدوا ودنيكم اكيد. يعني ما عمركم ما غادي تسناو ان المحيط اولا بعض الناس انهم يشجعوكم اولا يعني كتكتفيو بذاتكم. جاكم التشجيع يا مرحبا، ما جاكمش راكم نتوما مكتفين بذاتكم. يعني جميع الامور السلبيه غادي تنساوها نهائيا. انا ما عرفتش صراحه واش كنبان ولا ما كنبانش انه كاينه الشمس، وما لقيتش شي بلاصه خاويه اكثر من هذه انني نتكلم فيها بحكم انني في لافاك. فحتى انا بحالي بحالكم مازال كان يعني كان مازال حتى انا في يعني في داك
ديك المرحله ديال الحفاظه وديال الامتحانات وديال حتى انا بدوري كنحفزكم، ولكن من خلالكم كنحفز نفسي. راه فاش كنكون مثلا جالسه ما بيا ماليه حتى كنقرا واحد التعليق ديال شي اخت اولا شي اخ نجحوا في الباك وكيقولوا لي انك كنتي كتحفزينا ما تخيلوش الفرحه ديالي. فمن هذا المنبر هذا كنبغي نهنئ جميع الحاصلين على الشهاده ديال البكالوريا احرار وحتى اللي ماشي احرار، ولكن انا بحكم انني كنت كنتكلم مع الاحرار اكثر فكنبغي نهنئكم من كل قلبي. والناس اللي ما حصلوش عليها فمت يعني ما يبقاش فيكم الحال. فدائما كنت كنقول بانها في حد ذاتها راها نجاح، يعني باش انسان عنده وليدات او لا واحد الشخص اللي عنده واحد الوظيفه او لا خدام واحد الخدمه ومع ذلك كيقرر انه يخوض هذه التجربه هذه، فالامر ماشي بالسهل في حد ذاته هو نجاح. راه مشى ودوز الامتحان ودار اللي عليه، ولكن ما جابش الله ما غاديش نفشلوا وما غاديش نتحبطوا، نعاودوا مره اخرى. علاش لا؟ ما ورانا والو، الحمد لله. فطلب العلم يعني كيقول لك اطلبوا العلم من المهدي الى اللحد، يعني ماشي عيب، وهذا ما كان. الحياه دائما تجارب وفيها يوم ليك ويوم عليك، وهذا ما كان. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم، وكنتمنى انني نكون تناولت فيه يعني غير شادي نقول لكم كيف ما قلت لكم هي غير بحال قلتو تحفيز، بحال مهم شي حاجه بحال هكا تاخذوها معاكم باش ان شاء الله تكملوا المشوار ديالكم الدراسي. علاش لا؟ وتاخذوا بعدا الباك ديالكم في يديكم وانتوما يعني درتوا اللي عليكم، وانتوما المهم تخونون العبارات وتخونون الكلمات وداكشي، ولكن معليش راه كنظن ان الرساله واضحه. المهم راه الامر سهل جدا، كيحتاج منكم العزيمه والاصرار فقط. كاينين ناس بزاف كنعرفهم انا خداو الباك ديالهم وكانوا عندهم وليدات وكانوا عندهم مهن وحده اخرى، كانوا عندهم وظائف وحده اخرى الى جانب هذاك الباك ديالهم، ومع ذلك خداو. اذا مني كنبغيو شي حاجه اكيد حنا غادي نوصلوا ليها، وغادي نقول لكم كيف ما كنت كنقول لكم دائما: دمتم في رعايه الرحمن دائما وابدا.